لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. إله قادر مقتدر وقاهر لكل قو قادر من العتاد الظالمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل ضاغ حاسد من البغاة المفسدين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. به نستنصر به نقتدر بسيف مشي نكر عدانا المعاندين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والحمد دام سرمدا ودائما مؤبدا وليس يسع عددا لله رب العالمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. سبحان من زوج البر الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. بسر طه المتبى على السبع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. والتابعين الأسفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. من مدي وغابر كالشيخ عبد القادر من خص بسرائر بين العباد الصالحين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. ثم الفقيه جدنا وببني ذخر علويون عليون والقدب سقف مكين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. المختار الناذب ذي الأسرار حامي الحمى والجاري الغاضحف الظالمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. فخرنا وشيخنا حدادنا غاثنا كنزنا وهو ملاذ لائذين. يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وشاب بكر الإمام من سالم العدب الحسام ببني غث الأنام العدن حبر النمين. لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. وابن زين أحمد ونور كل مهتدي وجعفر ذي رشد سلطان كل العارفين. يا لطيف
فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بذي اليقين والمسلمين العطاس بالحسن النمرس وبالخليفة براس الغاث كانوا أجمعين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالشجاع عمدتي غاثي غياثي عدتي ومنكدي من شدتي البركة في القاصدين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم باتصال من الحضر أجمعين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين شيخنا الحلاحلي من حل في جلاجل عمر ياث الآمل البارك قطب الكاملين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والعدرس والمسلمين ذاكري في كل حال شاكري ومستقيم صابري حاوي خصال المهتدين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وابن والمسلمين سميد المستهر القطب سيدنا عمر ثم صفي بهر الدرر قطب الدعاة الناصحين فلم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والسر حامل والمسلمين بالرومان وبالحسن ذكى الأمر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين وبالولي بجر حبا النور لأهل الله بن أصلي بجاه كل شن وهم لنا حسن يا اليقين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا لمن والمسلمين بهذا الأرض حل شيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطب بنا يا والمسلمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا بسر والمسلمين شيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب يا العالمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وعزرة البر والمسلمين الكرام خصوصا سيدنا الإمام عبد الله المال المقام والمخرج أجمعين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وكل من والمسلمين في قدرنا من كل بر محسنا والسائر أسف لنا نسر حسن مع الحسين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا وبالعمود والمسلمين الإمام وأولاد الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام من كل كيدوم مكين لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا لحضرة والمسلمين القوم الليوس ووعدها يوم الثالوث بها دفننا المغث من حينة قاصدين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشاهد حزن والمسلمين الأولى وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا الشافعي والمسلمين مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سودان بين يا العالمين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا عين والمسلمين لنا يا ذو الفطن سكي قوسة المنى نحيا الطريق والسنن فاتح وتاج الطالبين لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا شيخ شيوخ والمسلمين الجامعي حل قلب الجامعي سلك به يا سامعي بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا ربنا مطلوبنا بالمصطفى اسرح حملنا وبحق المرتضى اكشف كربنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبأسرار مطلوبنا البطول اطف بنا وبحق الحسنين كلنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا مطلوبنا وبزين العابدين اغفر لنا وبحق الباقي اتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبصدق مطلوبنا صادق جمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبأنوار مطلوبنا الورى اهدنا معروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبحق مطلوبنا البر عيسى فاشفنا وابن أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبأوصاف مطلوبنا بيد النجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا وبألطاف مطلوبنا الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا أنجل لنا مطلوبنا وبمن شرف مرباضا كذا علوي وعلي نسلنا
الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا بآيات الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وببنيه علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبعبد الله يا بعلوي وعلى سنوي الغوث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وجمال الدين والشيخ ابن غسن السقا في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وابن مطلوبنا سكران والمخضر واخباد الباقين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبحق العدروس الكتب والفخر نيم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وشيخنا علي وابنه وشهاب الدين ذمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينات فهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وابن مطلوبنا الحامل والمخضر ثم الحسين أهلك عيدانا وابقنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا والفقير حمل والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وجمال مطلوبنا الدين جدي وابنه العدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وبشيخي مطلوبنا وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فارفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا سادتي مطلوبنا إني بكم جار لكم أخاف قد ضيما نونا الله 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 حسبنا ربنا جلنا أنتم الناس مطلوبنا ومن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا أنتم مطلوبنا الأطاب والأوثان يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا جلنا إلى من مطلوبنا غيركم يا سادتي التجين حان خطب أودنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا ليس لي ملجا مطلوبنا سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا هيا مطلوبنا هيا عجلوا لغاره يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا جلنا ربنا مطلوبنا فاكشف به مكروهنا واحمنا من كل خطب نمنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وهاب مطلوبنا المصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا صلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا وعلى مطلوبنا آل وأصحاب ومن بعدهم ما لاح برق أو سنا الله 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 حسبنا ربنا جلنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلكت فرج كربي آمين يا أنت الله إلهي حسبي آمين يا على الله البوات آمين الكائنين يا عجل الله برفع ما نزال آمين يا إنك الله لطيف لم تزال آمين يا من الله غيرك عز آمين وجل يا الله ولا لطيف بالعالمين آمين يا رب الله اكفنا شر العدا آمين يا وخذهم الله وبددا آمين يا واجعلهم الله لنا آمين فدا يا الله وعبرة للناظرين آمين يا يا رب الله شدد شملهم آمين يا يا رب الله فرج جمعهم آمين يا يا الله رب كلل عندهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا ولا الله تبلهم مراد آمين يا ونار الله تصبح رماد آمين يا بكافى الله يا عين صاد آمين يا الله الحال واللوخابين آمين يا الله شر كل آمين ماكرين يا الله وخائن وغادرين آمين يا الله وعين آمين وساحرين يا الله وشر كل آمين المعتدين يا الله ومعتد وغاصبين آمين يا ومفتر الله وكاذبين آمين يا الله وفاجر آمين وعائبين يا الله وحاسد آمين والشاربين يا الله يا
ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بصدر آمين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ونور بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهداك يا أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء صاحب الفضل والإحسان نرجو يا عطاك أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء ننال المظالم كلها في يا رضاك أرحم الراحمين ارض بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك يا أرحم الراحمين ارض بنا في ونشهد قضاء أنك ترانا نور عين يا استفاك أرحم الراحمين ارض بنا في طب قضاء شواهن مشاهن من يواني يا ولا أرحم الراحمين ارض بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي يا أرحم رعاك الراحمين ارض بنا في ومن قضاء قرأ للقرآن بحق يا نباك أرحم الراحمين ارض بنا في يا قضاء إلهي تحقق أن هذا يا أرحم حكاك الراحمين ارض بنا في وصار قضاء قلبه وقلبهم تلا من يا أرحم صفاك الراحمين ارض بنا في بالفهم قضاء والعلم والتعظيم يا يا أرحم الحسنات الراحمين ارض بنا في قضاء ودائما كان حظ من قوافر يا هناك أرحم الراحمين ارض بنا في بسابق قضاء العلم جاء الله
اللقاء من يا غداك أرحم الراحمين ارض بنا في واتركنه قضاك العناية حيث جئت يا وجاك أرحم الراحمين ارض بنا في يسعى قضاك ملابي مجيبك صار سمع يا دعاك أرحم الراحمين ارض بنا في بك إليك قضاك وخيم حتى ساح يا فناك أرحم الراحمين ارض بنا في على الهنا قضاك والمنى والبأس شئت يا أرحم وشاك الراحمين ارض بنا في يا ربي قضاك يا ربي هب لي في رجاء من يا رجاك أرحم الراحمين ارض بنا في وقل دعائي قضاك وقربني مع من يا دعاك أرحم الراحمين ارض بنا في وأنت قضاك حسبي وعوني فاشفني يا بشفاك أرحم الراحمين ارض بنا في قلبي قضاك وقلبي والمسلين لباسا يا أرحم قياك الراحمين ارض بنا في وغذي روحي قضاك بذكري واحمني يا بحماك أرحم الراحمين ارض بنا في وحببك قضاك لي وحملم لي محبة يا لقاك أرحم الراحمين ارض بنا في أستغفر قضاك الله غفرانك لمن قد يا عصاك أرحم الراحمين ارض بنا في واسلم يميني قضاك وثبني ثبات يا أرحم أولياك الراحمين ارض بنا في والحمد قضاك لله واختمها بطابع يا هداك أرحم الراحمين ارض بنا في صلاة ربي قضاك وسلم ما نزل يا مسلماك أرحم الراحمين ارض بنا في على النبي قضاك المصطفى المحمود خان من يا بياك أرحم الراحمين ارض بنا في عدد حياة قضاك الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين ارض بنا في والآل قضاك والصحب والحقنا باسم يا أرحم صفياك الراحمين ارض بنا في يا من قضاك الخائف نجنا مما يا من نخاف الخائف نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائف نجنا مما يا جالس نخاف الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف الخائف نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين اغفنا واغفر يا من وعاف الخائف نجنا مما نستعين يا نخاف معين شفها عن يا من شفاف الخائف نجنا مما لنا فتحا نخاف مبين جاء بالنصر يا من مواف الخائف نجنا مما واغفر شر نخاف المؤذين كفهم عنا يا من كفاف الخائف نجنا مما والعتاد نخاف الظالمين حتهم حتى يا من التلاف الخائف نجنا مما شرهم فيهم نخاف وب منهم فيهم يا من مضاف الخائف نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف الخائف نجنا مما مرتدين نخاف هالكين في شفجر في يا من الهياف الخائف نجنا مما والطغاة نخاف الباغي نكفهم يا خير يا من كاف الخائف نجنا مما حسبنا نخاف الله المعين هو لا يا من خلاف الخائف نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف الخائف نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائف نجنا مما كفنا الحس نخاف الحسن من سواه ما يا من نخاف الخائف نجنا مما والصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من واف الخائف نجنا مما نحن بالهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائف نجنا مما أهل نخاف المسلمين المساكين يا من الضعاف الخائف نجنا مما ورد الله نخاف المتين هو بهم ارحم يا من وراف الخائف نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب علينا سامحنا بما يا تواب جنينا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب علينا اغفر لنا اللهم توبة ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان بتوبة وقبول إحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا يا الأكفان الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفا ما قد يا الله رضا مضى يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله أستغفر وقبول الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله رب الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا فارد الخطايا الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا ويرحم فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا
ولوالدينا اسألك بحق ذاته اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وأحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبها دون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم وحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم بشر يا إله والكونه العالم المشهر يا إله وأن العالم علوي الأبرار يا إله من بهم العالم حالي يا زاد إله من العينات يا اليوم إله ما العالم كما هم يا في إله الغار وإن العالم بدأ مني يا لهم إله العالم يطلب يا إله للغفران العالم بالحسن بن يا صالح إله العالم بحر نور يا واضح إله لا العالم تكن لي يا فاضل إله يا العالم صمد يا يا إله منان مثل العالم شيخ يا البشر إله ابن العالم ناصر يا أحمد إله العالم وأبي ثم يا الجد إله العالم للمعالي له يا إله شان العالم يدلنا يا بالمظلوم إله العالم والفرج مثل يا أيوب إله العالم وبفرحة يعقوب إله حين العالم زالت الأحزان إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما تعلم يا إله فإن العالم جودك يا دعم إله إنس العالم خلقك يا والجاه إله العالم ودروس يا القرآن إله العالم واجتماع يا إله الإخوان العالم بدعاء يا إله الرحمن العالم
سرهم الإعلان والحبيب المحضر قائما بالأسحار قائلا يا غفار جد لنا بالغفران استجب لي واسمع ولنا الكل أجمع ولمن لك يضرع طالبا للإحسان وصلاة تترى لمن خص بالإسرى وذويه ضرا في جميع الأزمان يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وأنفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مات يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا بك ترى وموسع الكل برا أسألك كسب سترا على القبائح والأخطاء يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث من كنا يرى سر قلبي حسبي ابتلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي عليك كنا اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا ملك الملك يا يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوة الكل والقاء يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا الدنيا دميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأسوها أفد وأشغال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نفس القوية عن السبيل السوية أنحط روج علي وقصدها الجاه والمال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا رب كنا قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبار يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا خير كافي أهل علينا العوافي فليس شيء
يأسا مخافي عليك توصل وانجما يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا شاء الله لي مع أدبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا وبث الله رحمتك هطال لا إله إلا وقد الله أتاك بعذره لا إله إلا الله انكسار وفكره لا إله إلا الله بيسرك عسره لا إله إلا بمحض الله جودك والإفضال لا إله إلا ومن الله عليه بتوبة لا إله إلا تسيل الله من كل حوبة لا إله إلا واعصمه الله من شر أوبة لا إله إلا من كل الله ما عنه قد حال لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا علوت الله عن ضرب الأمثال لا إله إلا جودك الله وفضلك وبرك لا إله إلا جواب الله الشكر وقهرك لا إله إلا شوى الله ذكرك وشكرك لا إله إلا لازم الله حمدك والإجلال لا إله إلا يا ربي الله أنت ناصري لا إله إلا الله ولكن كل خيري لا إله إلا واجعل الله جنانك مصيري لا إله إلا واختم الله بالإيمان الأجال لا إله إلا وصلي الله في كل حالة لا إله إلا على الله مزيل الضلالة لا إله إلا الله بدء الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدال لا إله إلا الله الحمد لله شكرا لا إله إلا على الله نعم منه تترى لا إله إلا أحمد الله سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين على عدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على تنزل المسلمين العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل المسلمين الهرم يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن
المؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين غيث عام نافي مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشاكرين وتوفنا مسلمين وبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفيك آملنا طويل طامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على لكل المسلمين الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بإحسان المسلمين ختام إذا ذن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجاهل الله يمحو ذنوب الله شيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب نبدي بحمد الله الله ونستمد بالله بجاهل الله نفوز بحول الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب وبعد الله جنظ من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله وشيخ الحضرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب طالب الله المخضر المخبذ الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله وشيخ الحضرة سلنا لله يمحو ذنوب القادة الله القدوة سدد الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب الإمام الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب أبو بكر الله بن سالم وحذفا للظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب ويجي الله الغارق إن كان به واسق يلحق بالسابق هذا بفضل الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب لما الله غرق العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب والعبد الله ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب السبح الله الكون الحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب الله لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله وشيخ الأنظرة سلنا نظرة بجهل الله يمحو ذنوب جسد الله غار
في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب معي الله قومه وقت الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله شيخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب كفى الله كفى ما بدول أصوابي في الحل يا أحبابي فإنكم بالله شيخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب لنا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره شيء لله شيخ النظرة سلنا نظرة بجهل الله محو حيا ذنوب بكم الله حيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله وشيخ نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب الله يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله وشيخ نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباقر والكل حزب الله وشيخ نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب حسبي بهم الله حسبي صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله وشيخ نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب صل الله وسلم دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله وشيخ نظرة سلنا نظرة بجهل الله محو ذنوب الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والعقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ومقيم عزمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بخير عندنا إبنا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسل الموت الخاتمة آت أن قريب كل له منه نسيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ما كان الخاتمة دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن إذا الخاتمة مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة شيعوك وألحدوك وصرت جيفا خاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن كل الخاتمة يا معين إذا رشحت ملجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واكتب الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم لا إيمان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دنيا الخاتمة كما هي للمقر وإنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كثيرا أمن في النظر ولا تكن كسائما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا رب الخاتمة ما معنى أمل وكسبنا كله السلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة لنا فيك أمل تحيي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في يا ضلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعة منفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم ودخلوا بأخلاقهم وأشرنا في زمرة في عافية. الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا علي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علي بالفقيه وسيدنا مولى الدبيلة وشيخ عبد الرحمن السقا وولاده أشوف بكر السكران وشيخ عمر المخضار وإخوانهما وشيخ عبد الله العدروس وولاده أبي بكر عندنا إخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جامل الليل محمد مولى عيديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسيدنا العمار على الطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر والحبيب أحمد بن محمد المخضار والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن زين الهبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العدروس والحبيب أحمد بن عدروس علي العدروس والعبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين ثم إلى روح المقدم ذن عبد الرحمن السقا ولاده هم المهضار وإخوانه والحبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كريتان والحبيب محمد ثم إلى روحه الحبيب محمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر بن محمد قرسي والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب جعفر والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علي بن سقا والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن موسى الحامد تنقل والحبيب وحادي وحبيب موسى بن هادي الحامد براني والحبيب عبد الله والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار ثم إلى روي الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا والحبيب شيخ بن عدروس الحسني والحبيب هود بن عدروس الحسني وأصولهم والحبيب عمر بن شلعي الحسني وأصولهم وفرهم ثم إلى روي الحبيب حسن بن هود الحسني السقا والحبيب حسن بن هود السقا والحبيب حسن بن هاشم الحبشي وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي كي جاسم نرسل وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ثم إلى روحي كي حسن السدوكري ثم إلى روحي كي علي مرتضى بسوء وأصولهما وفرهم ثم إلى روحي الجد مهاجر وزوجتي وأصوله وفروعه ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي ثم إلى روح الوالد منير علي وزوجتي ثم إلى ركيبة القمة وأصوله ثم إلى روح الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه ثم إلى وجميع ساداتنا علي أبي علي وشي سعيد العمودي وشي علي بن سالم بن فضل وشي علي بن محمد الخطيب وشي سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وماشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير وصنع بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى والعافية الدائمة التامة. الفاتحة. من الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة
ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها وصل السادة العلوية، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويفينا شر الأذيات والبليات ويؤثر نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويطل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه، ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا الصالحين، أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله، ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير، ويعم ببركة الحظر على المسلمين أجمعين خصوصا إخواننا في فلسطين، ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا، ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. وكان رضي الله عنه يقول: لولا مذاكرة الإخوان في العلم والتهجد في الليل ما أحببت البقاء في هذه الدار. انتهى من مقدمة الشرح المهذب. قال الحبيب العارف بالله أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين: كان السلف العلويون في حضرموت يطلبون العلم 7 سنين ثم يدرسون 7 سنين، ثم يعقبهم من بعدهم على هذه الحالة وهم يتجردون للعبادة. سئل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين عن العبودية فقال: هي 3 أشياء: أحدها المحافظة على أمر الشرع، وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تبارك وتعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. انتهى. قال العلماء نفعنا الله بهم وبعلوم في الدارين آمين. مقام العبودية أشرف المقامات، إذ لأجلها كان الإيجاد. قال الإمام أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم في الدارين: ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، ولهذا أطلقها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سورة الكهف: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه. الآية. ومن كلام سيدنا الإمام الكتب عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وقد جعل الله بحكمته الأزلية السعادة الأبدية في تحقيق العبودية، وهي أن تنزل نفسك من ربك بمنزلة عبدك منك إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata: laula mudhakaratul ikhwan fil ilm wa tahajjud ma ahbabtul baqa fi hadhihi dunya, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena saling mengingatkan saudara-saudara kita sesama muslim fil ilm, di dalam masalah ilmu, kalau bukan saling mengingatkan tentang kebaikan kepada saudara kita, kalau bukan karena saling mengingatkan tentang ilmu,
wat tahajjud fi jawfil lail, dan kalau bukan karena tahajud yang dilakukan di malam hari, ma ahbabtul baga fi hadhihi dar, maka aku tidak ingin kekal selamanya hidup di atas dunia. Karena besarnya saling mengingatkan tentang ilmu, kata beliau, saking besarnya pahala orang yang melakukan tahajud di tengah malam, maka aku ingin hidup kekal baqa selamanya di atas dunia, bukan karena dunia, karena ingin selalu menyampaikan ilmu dan ingin selalu mengerjakan tahajud di malam hari. Al-Imam Asy-Syafi'i diterangkan dalam Syarhil Muhadzab, saking besarnya fadilah menyebarkan ilmu, saling mengingatkan tentang ilmu, dan saking besarnya pahala melakukan sholat tahajud, maka aku ingin hidup kekal selamanya di dunia ini. Kalau bukan karena dua ini, maka aku tidak menghendaki hidup selamanya di atas dunia. Al-Imam Al-Ghazali, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, para salaf as-salihun khususnya di Bani Alawi yang berada di kota Tarim Hadramut, kata beliau, penduduk Hadramut itu dibagi menjadi 3 bagian. Umur 7 tahun ke atas dia semangat mencari ilmu. Yatlubuna al-ilma 7 sinin. Mulai umur 7 tahun terus dia belajar ilmu, hafal Quran, menghafalkan Quran, deres Al-Quran, menghafalkan kitab hadis, selama mulai dari umur 7 tahun. Mereka tidak mengenal apapun kecuali mengenalkan ilmu, mengajarkan tentang Al-Quran, terus demikian umur 7 tahun. Tsumma yudarrisuna 7 sinin. Kemudian lebih dari itu, selama 7 tahun pula dia mengajar. Dia mengajar, terus dia mengajar ke borok ke timur, ala ko ngajar melolo. Kemudian setelah dia cukup dewasa, lalu dia menikah. Setelah menikah dia serius bekerja dan ibadah. Kemudian anaknya begitu, umur 7 tahun dia mencari ilmu, 7 tahun lagi dia mengajar, kemudian menikah. Setelah menikah dia ibadah. Letak lako boleh. Aku sampean kan nenten. 7 tahun ya sekolah ya lako. 7 tahun detak ngajar sampai tua lako. Jadi apa? Tak terkontrol. Nah kemestena kanggo orang tua orang sepuh bagi orang tua wali murid ini, mestinya kita yang punya anak, kita fokus anak bagaimana sukses di dalam ilmu, belajar, semangat. Setelah itu suruh ngajar, semangat ngajar, setelah itu menikah, bekerja. Diteruskan dengan anak. Anaknya demikian, 7 tahun belajar, 7 tahun mengajar, menikah. Setelah itu ibadah. Terus demikian. Ya ta'aqabun, silih berganti. Nah, kalau kita enggak, dari kecil kerja, besar kerja, tua kerja, mati kerja. Tak mati ibadah. Tayyib. Al-Imam Al-Ghazali ditanya tentang ibadah itu seperti apa? Wahia thalathatu asya. Imam Ghazali menjawab ada 3 perkara. Yang pertama adalah ahaduha al-muhafadhatu ala amri syar'i. Yang pertama, ibadah itu mencakup syariat, menjaga syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syariat? Syariat adalah mencakup ubudiyah, mencakup muamalah, mencakup dengan sesama manusia. Bagaimana kita beribadah, akidah kita diatur oleh syariat. Bagaimana kita beribadah diatur, akidah diatur, bermuamalah diatur, halal haram, maksiat taat. Ini adalah
merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini yang pertama harus kita pahami. Jangan kemudian kita fokus ibadah tapi kita meninggalkan syariat. Keliru. Al-muhafadzatu ala amri syar'i. Kita jaga syariat ini dengan sebenar-benarnya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Halal haram kita harus tahu, mana itu maksiat, mana itu taat, ya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan kenal syariat, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan, yang telah disampaikan melalui malaikat Jibril, dan ditentukan, yang menentukan langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyinggung tentang syariat di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Apa itu syariat? Peraturan. Peraturan dari urusan agama itu, minal amri, yakni dari urusan agama. Apa perintah Allah? Fattabi'ha. Ikuti syariat ini. Karena yang menetapkan syariat bukan kepres, keputusan presiden. Yang menetapkan syariat bukan hasil muktamar NU, bukan keputusan musyawarah. Yang menetapkan syariat agama adalah Allah Subhanahu. Fattabi'ha, ikuti. Tidak usah toleh-toleh. Ini syariat yang benar, ini adalah aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui mana yang lebih pantas, yang lebih patut, yang lebih dibutuhkan oleh manusia di atas kehidupan di atas dunia. Diberikan syariat. Anzala syar'a hanifan rahmatan lil alamin. Allah yang menurunkan syariat tujuannya agar supaya Allah menurunkan syariat adalah rahmatan lil alamin, adalah sebuah rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mun ada syariat ancor di ini. Ada syariat, ada boleh syariat bengak niker kok. Bene mak syariat. Mun syariat, mun mak syariat pajaran temor. Syariat ini adalah aturan saya atur dengan Gusti Allah. Allah taala selebih tahu yang lebih pantas untuk bagi manusia kehidupan, kelangsungan kehidupan di atas dunia, diberikan syariat agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, kata Allah. Setiap umat diberikan syariat. Cuma paling sempurna syariat adalah, dan yang paling ringan syariat adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Syariat dahulu sebelum umat ini, kalau dia pakaian atau bajunya terkena najis maka tak bisa dicuci, harus dipotong. Kalau rumah kita kena najis tidak bisa dicuci, harus dicongkel, dibuang, diganti dengan tehel yang baru. Umat terdahulu manakala mereka ingin taubatnya diterima, mereka harus bunuh diri. Kalau dia sudah mati baru diterima taubatnya. Tapi bagaimana dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan kepada kita? Taubat tidak harus bunuh diri. Al-iqla', an-nadam, kita menyesal dan kita tidak akan berbuat kembali dan tidak akan pernah kembali ke perbuatan maksiat tadi itu, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kena najis bisa suci, hilang baunya, hilang ainnya, hilang rasanya, cukup. Kalaupun sulit dihilangkan Ustaz, ada sisa warna yang tidak bisa dihilangkan, ma'fu, sabora, rahmatan lil alamin. Paling ringan syariat adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh ya'udduna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Kata-kata syariat di dalam Al-Quran. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitarnya
mereka terapung-apung di permukaan air. Mereka melanggar syariat. Allah menetapkan kepada bangsa Yahudi agar tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka melanggar. Mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, cuma perangkapnya mereka taruh di hari Jumat dan diambil di hari Ahad. Jadi politik orang Yahudi Israel makin gitu. Allah Subhanahu wa taala melarang id ya'uduna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Ketika mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah pada hari Sabtu, jangan mencari ikan di hari Sabtu. Tapi Allah menjadikan di hari Sabtu ikan-ikannya mereka banyak sekali. Allah Ta'ala kirim di hari Sabtu untuk menguji mereka. Dan si Yahudi eman, nyari akal, nyari cara. Sabe ning hari Jumat, kan Sabtu prei, cukup dateng hari Ahad kalah. Jadi pangerannya politik nih Yahudi, pangerannya politik ya boleh karo orang Palestina setiap politik kena. Apa cuma karo bangsa dunia yang tidak mereka politiki. Mereka kepada Tuhannya saja tidak patuh kok. Orang Yahudi ini dilarang mencari hari Sabtu, mencari ikan hari Sabtu. Mereka memasang perangkap di hari Jumat agar supaya masuk di hari Sabtu, hari Ahadnya diambil. Terpenteran musuh pangeran. Pangerannya terpenteran. Politikan ya tak bisa. Ini kan pun jadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzina awhayna. Syara'a. Jadi kelero seseorang yang beribadah tapi meninggalkan syariat. Syariat harus kita jaga ya ikhwan. Jangan Anda fokus ibadah tetapi Anda meninggalkan syariat. Salat adalah ketetapan syariat. Puasa bulan Ramadan adalah ketetapan syariat. Aneh, ibadah tapi tak sholat, ibadah tapi tak puasa. Lekam syariat ah. Karena syariat ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalam Al-Quran. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang telah mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala yang melakukan syariat. Aneh tapi manusianya berani melanggar syariat, padahal syariat bukan nabi yang membuat, bukan nabi yang memutuskan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah al-muhafadzatu ala syar'i. Ibadah yang pertama adalah menjaga syariat. Taib. Syariat ini kapun komplit. Syariat ini kapun komplit. Maaf. Bukan hanya sekedar ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi. Syariat, aturan, masuk jeding beda aturan. Kita berak, kita kencing, ada aturan. Masuk kaki yang kiri, keluar kaki yang kanan, membaca doa, pakai sendal, pakai penutup kepala, kalau bisa jangan telanjang. Ada syariah yang semua telah dilakukan oleh Nabi SAW. Tidur kita diatur oleh syariat, menghadap ke kiblat, pakai wudu, punya wudu, membaca doa-doa, membaca ayat kursi, al-ikhlas, mu'awwidzatain. Tidur kita diatur oleh agama, oleh syariat. Apalagi ibadah yang tidak akan diatur oleh agama. Maka jangan nyalai syariat. Syariat ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ibadah wa dzaniha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi tabaraka wa ta'ala. Ibadah ini yang kedua adalah berupa ridho atas qada dan qadar yang telah menjadi ketentuan Allah. Ridho atas qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah.
Termasuk ibadah nih kah? Kita menyembah kepada Allah tapi kita tidak terima atas ketetapannya. Kita menyembah kepada Allah tapi kita tidak menerima apa yang menjadi keputusannya. Allah menjadikan kita seperti ini, kita terima. Allah menjadikan kita seperti ini, ya kita harus lapang dada. Karena semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yakin apa baiklah. Ada si ketepaan nih kah? Sesuatu yang terjadi sudah ada ketentuan, bukan karena kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ketepaan, tak ada si ketepaan, semua sudah ada ketentuan. Tugas kita ar-ridha, menerima atas qada, keputusan wal qadar yang menjadi kepastian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ridho dengan qada Allah. Kalau kita mau ridho dengan ketentuan Allah, maka kita dipastikan hidup akan nikmat. Wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu mau ridho, mau menerima atas ketentuan Allah, ishta muna'aman, maka engkau akan hidup nikmat. Karena ibadah di sini mencakup apa kata Imam Ghazali? Ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala, dan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu. Oh, ria soki, ria miskin, nikmat lah dharma, kafir dari pangeran. Are genteng, ria coba, ria paju, ria tak paju lah dharma. Nyari panglari sembian. Cari amri syarat kadang tak paju, melari sore. Inilah ketentuan dari Gusti Allah. Saya teki, saya panda, saya sampurna, saya cacat dari Gusti Allah. Bagian panduman dari Gusti Allah. Gusti Allah. Wa in tarda bil maksum ishtamuna aman. Mun odi nerema pasti nikmat. Wa illam takun tarda bi ishta fi hazan, namun sebaliknya jika engkau tidak ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah dan pembagian dari Allah, ishta fi hazan, maka kita hidup akan selalu susah, selalu dalam keadaan hampa, selalu stres. Mikir apa sih tak perlu pikir, apa saya pikir jika benar-benar ketentuan dari Gusti Allah. Jodoh, rezeki, pateh dari Gusti Allah. Ya wis. Tapi kita gampang, tak bisa, kecuali orang-orang yang sebenar-benar ta'abbud ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah, mereka akan mengerti bahwa ini ketentuan dari Allah. Saya tahu persis dulu pernah terjadi kepada guru kami Kiai Haji Hashim Podokaton. Beliau mempunyai seorang putri yang sangat luar biasa, penghafal Quran, cerdas, pintar. Kecelakaan, mati. Beliau sama sekali tak berucap kecuali ucapan yang baik. Benih tak susah, bukan tidak sedih. Tapi beliau menahan, beliau adalah orang-orang yang abid, an-nasik, orang yang ahli ibadah. Beliau tunjukkan ibadahnya dengan sabar, menerima, menahan diri. Selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak gampang, mending tak kuat lah. Iya, can soro duha kemah gak tambah peret ya torok jia atau torok bentana jia juga tak tambah lancar, tambah tak paju. Repot. Musuh orang se ibadahnya rasa paroh. Jadi mentalnya nyaman tok, tak bisa dari Gusti Allah kapi kok. Neka berupa ibadah. Terakhir Imam Ghazali membagi wa thalithuha tarku ridha'i nafsik fi talabi ridha'illahi ta'ala. Yang terakhir yaitu apa? Meninggalkan keridhaan daripada kepuasan nafsu kita, meninggalkan keridhaan daripada manusia, tidak mencari kepuasan daripada manusia,
yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kimpon. Maka tugas kita apa? Ridha yang menjadi qada dan takdir Allah. Yang ketiga, jangan mencari ridha nafsu kita, jangan mencari ridha manusia. Ya pada baik, ridha nafsu maksudnya nyari ridha manusia, karena nyari ridha manusia ini kebentuk dari nafsu. Sehingga dikatakan apa? Ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Ridho daripada manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin kita raih. Kita mencari ridho manusia tidak mungkin pernah berhasil, tak mungkin kita akan meraih keridhaan manusia. Sekarang cocok, besok tidak cocok. Sekarang setuju, besok tidak setuju, sedelapan. Sekarang mau, besok tidak mau. Sekarang mendukung, besok tidak mendukung. Ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ghayatullahi ghayatun la tutrak. Adapun keridhaan Allah, waridallahi, keridhaan Allah, ghayatun la tutrak, sepatutnya tidak kita tinggalkan karena kita mampu meraih keridhaan Allah. Mana Allah ridha? Kebe nampak ridha manusia. Orang cocok tapi Allah Ta'ala tak cocok. Masyarakat puas tapi Allah Ta'ala tak puas. Percuma. Tidak mungkin berhasil. Sampean akan mencari keridhaan manusia, tidak mungkin sukses, tidak mungkin kita raih. Mustahil. Maka bagaimana? Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka raihlah, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita raih, dan jangan kita tinggalkan sesuatu yang pasti kita akan meraihnya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai ridho ke Gusti Allah do ki repot. Qadda min ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam farida farida was-sukhut haram wal ganu raha wat-tama' junun la yakthuru hamuk ma guddir yakun. Al-Haddad mengatakan, qadda min ta'ala birrizqil qawam, Allah Ta'ala telah menanggung rezeki kita. Fil kitabil munzal, di dalam kitab yang telah diturunkan, yakni Al-Quran, nuran lil anam, yang menjadi cahaya bagi seluruh manusia. Faridah, ridha kepada Allah, faridah, fardu, wajib hukumnya. Was-sukhut haram, benci atas keputusan Allah, tidak terima atas ketentuan Allah, haram hukumnya, haram. Wal ganu raha, orang yang mempunyai sifat qanaah akan istirahat. Wal watama' junun, orang yang tamak dia akan gila. La yakturu hamuk ma guddir yakun, jangan terlalu angan-angan, terlalu panjang, jangan terlalu banyak berangan-angan, berandai-andai. Ma guddir yakun, apa yang ditakdir pasti akan terjadi. Bagaimana kita harus belajar ridho, menerima. Bagaimana kita harus ridho, menerima atas ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. La ilaha illallah anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid hammuk wa ihtimamuk wayhak ma yufid al-qadha taqaddam faghtanim sukun la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Anta wal khalaik kulluhum abid, kamu
Dan seluruh makhluk ini dari ufuk timur sampai ufuk barat abid, hamba Allah. Anta wal khalaik kulluhum abid. Kamu sekalian dan seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaf'al ma yurid. Allah taala akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Seorang hamba tidak akan mungkin mengatur tuannya. Seorang hamba tidak mungkin mempunyai daya, upaya, kekuatan apapun di hadapan tuannya. Seorang hamba sahaya yang tentunya tidak mungkin berani melanggar, protes kepada tuannya. Tugasnya harus patuh, nurut kepada tuannya. Begitulah seorang hamba. Hammuk waqtimamuk waihak ma yufid. Keinginan dan harapanmu selalu carilah yang berguna. Al-qada taqaddam faghtanim sukun. Maka kepastian telah berlalu, manfaatkan waktu dengan berdiam diri supaya kita menjadi orang yang tenang. Terakhir, alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladai fashtaghil birabbik walladzi alaik fil fardil haqiqah wasyar'il funun wasyar'il masun la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Yang menjadi milik orang lain alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Apa yang menjadi milik orang lain takkan mungkin, takkan pernah sampai kepada kita. Dan apa yang telah ditetapkan menjadi milik kita takkan menjadi milik orang lain, tak mungkin. Alladzi gusim lak hasilul ladaik. Tanpa kita usaha, kalau Allah menetapkan ini adalah bagian kita, Allah akan kirimkan kepada kita. Tenang baiklah, lakoh, usaha. Mau takdir soki tak lakoh, ya ngak kakek. Usaha, adapun selebihnya ketentuan saya tentuaki dene Gusti Allah. Fastaghil bi rabbik. Kita harus sibuk dengan Tuhan kita. Walladzi alaik, dan kewajiban-kewajiban kita jaga, kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Fil fardil haqiqah, yang menjadi kefarduan kita. Wasyar'il masun, dan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang nyata dan syariat yang terjaga. Jaga syariat kita ini Gusti Allah. Tugas kita ya ikhwan, kita lakukan kewajiban kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bekerja, cari yang halal, usaha yang benar, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh soki, tak pate kenceng alak kon soki. Hah? Ongguan. Sampeyan alaku sesiang malam, kala biar alaku tanda tangan, cet soki, soki, proyek. Semoga betul tak ki soki. Hah? Ya wis derma, kafi dari pangeran. Tanang dokter, mosok berek karo dokter je. Tanang karo detok ya. Diagnosa pakai alat onggu, cet 200 karo cet. Oh, onggu tak omong. Kenapa, Dok? Neng tok. Onggu. Resep benih tak luang obat, cek luang obat, resep beli obat di apotek 200. Dia tok. Betul saja ada yang tak baju. Norjo, malang ya baju kayak mode kernet. Ya lihat dari Gusti Allah ada rumah. Kan lumayan pun gitu. Sebanyak iuran, banyak apa namanya? Perbulanan dealer apa namanya? Angsuran. Ya soron siapa kakek ngalak kan 3 tahun. Mun tak mampu ya wis. Sepu mampu mau kelar ulung ya la vega ya tempat. Hah? Wah, ndak pada kiai netok apa. Entah kelar mobil cak mobilan. Eban empak. Mulai bener sepeda motor tak kuat. Mulai bekas mulai mobil sampean. Bener tambah bagus, bener tambah tenang, tambah susah. Tambah
Lah kan tenang pun. Ayo alahkoh. Jaga sholat tah, jaga Jumat nah, jaga syariat agama, kewajiban. Cek melanggar. Mungkin kalau saya akan insyaallah cukup, Pak. Allah Ta'ala pun ada dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Keng karena tomak ku lebih sambiane ke wal toma wal qanu rohah wal toma junun. Orang yang istirahat siapa mereka? Orang yang qanaah, malum la yanfadu. Qanaah adalah harta benda yang tak pernah sirna. Wal qanu rohah wal toma junun. Yang junun, yang funun, orang yang akalnya yang gila adalah mereka yang toma. Tak nemu ketenangan. Terus dadi jeregen. Terus dadi terus didadi aja ya. Kita apa terus perkara deki tak dadi ya wile ada remaah. Unjuk rasa ke pangeran empian. Lah aku. Ya, unjuk rasa ke pangeran. Usaha baiklah. Ya, usaha jualan cilok. Jualan cireng. Wile deki perkara sogi dadi jeregen kaki muka cabang deki. Ya. Gampang, sepenting usaha kade. Ya, perkara jualan dia tak baju, kakan tibi. Ada rumah tak baju, oyok lalik, nganga kakele, pakan akidah ini. Deki polempo kapi dul kapi sini, ya. Nanti alhamdulillah. Tadi ini ke ibadah. Tadi orang syariat, ibadah tapi ninggal syariat. Ibadah siapa apa? Ibadah tapi ninggal. Ini penting nih kamu sampai yakin baiklah perkara kelas ibtidak mun ki salat kelas cek mun ki abeja mulai tak abejong langsung urusan pangeran cong are syariat ya Al-Quran pun lebih banyak saya sebut gila tentang syariat agama pada Isra Mi'raj untuk nerima aturan sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala benar cek kembang nih kalau sholat ibadah mencakup syariat kedua nyareh ridho Gusti Allah ridho atas ketentuan Allah nomor telu meninggalkan ridho manusia tiga sekampung nih kebeci kesampian syukur Allah Ta'ala tak beci mereka tidak mendukung kita mereka membenci kita mereka memusuhi kita tidak apa-apa yang penting Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan memusuhi kita. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama yang ibadahnya betul-betul sempurna. Mereka tidak mencari perhatian manusia, hanya memperhatikan Allah. Yang mereka khawatirkan oleh para aulia, para wali Allah, takut Allah tidak memandang si wali dengan pandangan rahmat. Takut Allah Ta'ala tak toleh, takut Allah Ta'ala mungkur kah, wali nikah. Tina orang masih tak ngecap teroris, ngecap ring sadis, ngecap ring tak gena intoleran tak ngurus sampean leson orang ya Pak setelah beri seketebu bunuh arir ya masyarakat ya sepajoran beri seketebu wah seneng kana dia beri merdi ya mau geletek melarat lah bangkrut lah mari beri kok cak bangkrut sampean ridwan nasi ghayatun la tudrak keriduan manusia tak mungkin bisa kita raih waridallahi ghayatun la tutrak keriduan Allah yang bisa kita capai yang tak sepatutnya kita tinggalkan nyari ridwan Gusti Allah Ta'ala ngecap orang yang soleh tinggalkan cap daripada manusia ngecap orang yang soleh tapi Allah Ta'ala ngecap orang yang soleh ya percuma tak ada guna ngecap manusia bisa kelentek cap manusia yang ke orang bagus ternyata orang coba dengar sana pun Gusti Allah dicap orang yang baik tapi orang buruk di hadapan Allah dicap orang yang soleh tapi toleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang banyak semua lanceng polana penting nih kan ya tina lah tahu orang ngabun ta'ala kok dah wah ada iya nih jeng kok saya tak sanggup ya ini unjuk rasa lagi begini kan nah termoga selamat dunia akhirat termoga paring kekuatan iman, kekuatan akidah, paringin sampurna mengikuti syariah. Amin Allahumma amin. Ya Allah hadil qasidah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك والتناهي رب العزة عما يصفون وسلام